الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الجمع والدين. أما بعد، أيها الإخوة في السنة الغراء وفي جميع قنواتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يحزن القلب وتألم النفس مما مضى من شهر رمضان. مضى شهر رمضان فلم نعمل فيه، فعلينا أن ندرك ما تبقى من هذا الشهر. لقد انتصف الشهر الكريم وما عملنا فيما مضى من أيامه إلا السهر بالليل والنوم بالنهار. فاتقوا الله معاشر المسلمين، وعليكم أن تدركوا ما بقى من الأيام، فإن هذه الدنيا متاعها لا يكون إلا ساعات قلائل أو أيام قلائل. وعلينا معاشر المسلمين أن نندم ونبكي على ما فات من أيام هذا الشهر الفضيل، لأن ذلك الشهر أفضل الشهور عند الله، وذلك شهر القرآن وشهر التوبة واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. وعلينا أن ندرك ما تبقى من هذا الشهر بالتوبة الصادقة النصوحة، وأن نعلم أن ما فاتنا هو أمر قدري لن نعمل فيه أعمال صالحة إلا قليل، ومهما عملنا والله لو سهرنا الليل كله لن نوفي ربنا حقه. فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أنكم مقبلين على الله عز وجل، واعلموا أن هذه الدنيا سرورها غرور، ومتاعها غرور، وسرورها غرور، وهكذا هي الدنيا، إن أسرت أحزنت، وإن أفرحت أغضبت، وهكذا هي الدنيا. يصبح فلانا غنيا ويمسي فقيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهو المستعان وعليه التكلان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم في هذا الشهر الكريم من الصائمين القائمين المخلصين الموحدين لله سبحانه وتعالى، وأن يوفقنا وإياكم لصالح الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.